واليوم نعيش مع ظاهرة جديدة اسمها جيل زاد. هذا الجيل الذي يمتلك من القدرات والمؤهلات ما لم يمتلكه جيل من قبل، وفي نفس الوقت هذا الجيل الذي يعاني من الكثير من التحديات التي لم يعيشها أي جيل من قبل. وجدنا أنفسنا مضطرين لمواجهة ومجابهة هذا المد الذي لا يحترم الخصوصيات، وللجزائر خصوصية وشخصية، وقلعتنا التي نحتمي من خلفها هي المدرسة الجزائرية. يتشرف رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي السيد بالخير زكريا بإلقاء كلمة ترحيبية أمام الحضور. تفضل سيد المحترم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعظم المعلمين وسيد الشهداء والمجاهدين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين المحجلين. أما بعد، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم إبراهيم بوغالي، السيد رئيس المجلس الشعبي الأسبق سماحة الوالد عبد العزيز بالخادم، السيد مستشار السيد رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم والشؤون الدينية والتكوين، السيد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالزوايا والمدارس القرآنية، السيد وزير التربية الوطنية، السادة إطارات الجيش الشعبي الوطني، السادة المدراء العامون، السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، السيد رئيس مجمع اللغة العربية، زميلي سيد رئيس لجنة التربية بمجلس الأمة، سيد رئيس لجنة الدفاع، السادة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، السادة رؤساء الكتل، السادة رؤساء اللجان الدائمة، ضيوفنا الأكارم، إطارات قطاع التربية، الشركاء الاجتماعيون، الأسرة الإعلامية، وأصحاب الدار النواب. وأعتذر سقط مني اسم السيد الوزير والي الولاية، وليعذرنا كل من سقط اسمه منا سهوا. أنا ابن معلم ومعلمة، ابن معلمة تكحل ناظري بها اليوم وهي بيننا تحت هذا السقف، وابن معلم رحمة الله تعالى عليه لطالما كان يحلم أن يراني تلميذا في مدارس أشبال الثورة. لقد كان والدي رحمة الله تعالى عليه دائما يحمسني ويحفزني بنيل المراتب الأولى مقابل أن يدخلني في مدارس أشبال الثورة. وأذكر جيدا حينما دخل إلى البيت محبطا بعدما عرف أنه لم يعد لمدارس أشبال الثورة وجود، وبقي ينتظر حينما حصلت على شهادة المتوسط ليسأل هل هناك طور ثانوي في هذه المدارس. بقي هذا الحلم يخالج والدي رحمة الله تعالى عليه، حتى أتاني ذات يوم فرحا بأن مدارس أشبال الأمة أعيدت من جديد لتخلف مدارس أشبال الثورة، وقد كنت أنذاك تجاوزت المرحلة العمرية التي تسمح لي حتى أنخرط في هذه المؤسسة التربوية الانضباطية الراقية. وإني اليوم عازم بإذن الله على أن أدخل أبنائي في ذات يوم إلى هذه المدارس الراقية. نحن هنا اليوم كلنا أبناء المنظومة التربوية جميعا، ويعزون الفخر، الكثير من الفخر، أننا ننتمي إلى المدرسة الجزائرية الأصيلة. وحينما نتحدث عن المدرسة الجزائرية فإننا لا نستثني المدارس العمومية أو الخاصة، المدارس العسكرية أو المدارس المختصة. وبطبيعة الحال حينما نبحث عن نموذج نحاول أن نرقي من خلاله المدرسة الوطنية، فنحن لا نجعل مدرستنا الوطنية تحت قفص الاتهام، على العكس تماما، بل هي في بؤبؤ العين وفي سويداء القلب. ولأننا نؤمن الإيمان الجازم أن صلاح المدرسة الوطنية فقط من خلاله يمكن أن نبني الجزائر الجديدة والجزائر المنتصرة التي ينشدها السيد رئيس الجمهورية.
مدارسنا الوطنية لابد وأنها تغيرت كثيرا من زمان أبي رحمة الله تعالى عليه إلى زمانه وإلى زمان هذا الجيل القادم. لم تتغير لذاتها، إنما العالم تغير والمجتمع تغير، واليوم نعيش مع ظاهرة جديدة اسمها جيل زاد. هذا الجيل الذي يمتلك من القدرات والمؤهلات ما لم يمتلكه جيل من قبل، وفي نفس الوقت هذا الجيل الذي يعاني من الكثير من التحديات التي لم يعيشها أي جيل من قبل. المجتمع الجزائري يتغير على غرار العالم نظير التحديات الجديدة التي اقتحمت مجتمعاتنا وكان سلبيتها أكثر من إيجابيتها. نعيش اليوم في زمن الجيل الرقمي، في زمن الفضاء الإلكتروني، في زمن التحديات التكنولوجية المتطورة الكبيرة، وقد أتت إلينا بغثها وسمينها على عجرها وبجرها بكل ما فيها من خير وشر. وجدنا أنفسنا مضطرين لمواجهة ومجابهة هذا المد الذي لا يحترم الخصوصيات، وللجزائر خصوصية وشخصية، وقلعتنا التي نحتمي من خلفها هي المدرسة الجزائرية. لهذا نحن لا ننقص اليوم من قدر المدرسة الجزائرية، إنما نريد أن نصارح أنفسنا ونشخص الأدواء والعيوب والتحديات التي اقتحمت المدرسة الجزائرية. الأسرة اليوم لم تعد قادرة لوحدها على تربية أبنائها، بل صارت تقصر وتحمل المدرسة الجزائرية عاتقا جديدا في تربية الأبناء بهذه التحديات. وقد أتتنا فكرة هذا اليوم البرلماني بينما كنا نناقش الكثير من القوانين، وعلى وجه الخصوص القانون المتعلق بمحاربة أو مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاتجار بهما. رأينا كيف انتهجت الدولة أولا، كيف أعلنا حالة طوارئ في قضية حماية أبنائنا وفي حماية فلذات أكبادنا، ورأينا كيف انتهجت الدولة فلسفة حكيمة مفادها أن الوقاية قبل العقاب، وأن التربية تسبق الردع. ورأينا إلى أي مدى صارت المدرسة في مواجهة مباشرة مع ظاهرة انتشار آفة المخدرات، مثلما رصدنا بعض السلوكات جعلتنا نرافع ونراسل القطاعات المعنية في أكثر من سؤال عن ظاهرة تمزيق الكتب والكراريس في نهاية السنة، عن ظاهرة غياب طلبة السنة النهائية، عن ظاهرة الاعتداءات الجسدية، عن ظاهرة عدم احترام الأستاذ والمربي، عن ظاهرة عدم احترام الزي الذي يتناسب مع المدرسة. ظواهر عديدة ومتعددة وجدنا المدرسة الجزائرية تجابهها، وهي بحاجة إلى دعم كبير من طرف كل مؤسسات الدولة. لم نجتمع اليوم للصدفة، ولم نجتمع من باب الطرف الفكري، إنما لضرورة ملحة، وقد اخترنا عنوانا له رؤية هادفة وله خط استراتيجي نحاول من خلاله أن نطور من مدارسنا التي كنا وما زلنا وسنبقى نعتز بها إلى الأبد. أكاديمية أشبال الأمة أنموذج في قطاع التربية. أكاديمية أشبال الأمة تجربة وطنية نموذجية لإلهام وتطوير المدارس الوطنية. رأينا أن أزمة الانضباط التي صرنا نعاني منها في كل مؤسسات الدولة لا تليق بأن تصير أزمة داخل المؤسسة التربوية، وإننا بقدر اعتزازنا بمدارسنا الوطنية المدنية نعتز كثيرا بمدرسة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي نبتة من شجرة مباركة كان اسمها مدارس أشبال الثورة. ومدارس أشبال الثورة هي وليد ثورة عظيمة مباركة ترعاها اليوم مؤسسة عظيمة وليدة كذلك لجيش التحرير، وما أدراك ما جيش التحرير، مؤسسة تنتمي إلى الشعب وتمثل الشعب وتتكون من أبناء الشعب، ألا هي مؤسسة الدفاع الوطني التي نعتز ونفخر بها. نحاول اليوم أن نتواصل ونبني جسرا للتواصل بين مؤسسات الدولة. رأينا أن هذا الملف الثقيل يحتاج إلى وجود المشرع والمربي والعسكري،
إلى وجود الشريك الاجتماعي، إلى وجود العلماء والخبراء، إلى وجود رجال الإعلام حتى ينقلوا الرسالة صحيحة إلى الأجيال. نحاول اليوم في هذه الخلطة الملكية أن نصنع تفاعلاً كيميائياً بين هذه المكونات حتى نبني تصوراً صريحاً وواضحاً ورؤية استراتيجية من خلالها نقتفي بأثر تجربة جزائرية أصيلة. لقد عقدنا العزم باتباع سياسة السيد رئيس الجمهورية الذي أعلن أكثر من مرة أنه قد آن الأوان بأن نكتفي عن استيراد كل ما هو أجنبي، سواء في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الفكري. لسنا بحاجة إلى أخذ النموذج الغربي، إلى أخذ النموذج الفنلندي، لا شرقا ولا غربا. لدينا نموذج راق ورائع وناجح، هو مدارس أشبال الأمة. مدارس أشبال الأمة زاوجت بين العلم والصرامة والانضباط والروح الوطنية. نحن لا نقتفي أثر مدارس أشبال الأمة فقط لأنها تخرج لنا تلاميذ متفوقين دراسياً، فالتفوق الدراسي لوحده لا يكفي، إنما نريد أن ننتج مواطنين رجال دولة، مواطن يتبنى قضية أمته، يتشبع بثوابت وطنه، له القدر الكافي من المسؤولية. بينما كنت ذات يوم أقلب صفحات الألبوم في بيت سماحة الوالد عبد العزيز بالخادم، شدت انتباهي صورة تجمعه مع السيد رئيس الجمهورية حينما كانوا تلاميذاً، فأبهرني هندام التلاميذ في ذلك الزمان، ورأينا كيف تغير هندام التلميذ في هذا الزمان، ولا بد أن الهندام له أثر مباشر في سلوك الفرد. فلهذا نحاول أن نحافظ على القدوات، نحاول أن نعود إلى الأصل عن طريق دراسة علمية وعن طريق نموذج حي لدينا اليوم هو مدارس أشبال الأمة. مرة ثانية أرحب كثيراً وأنا فخور وأرحب بامتنان بكثير من المحبة العميقة لحضوركم، أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي وزملائي أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لحضوركم هذا اليوم البرلماني الذي سوف نستفيد ولا بد من الأساتذة المحاضرين الذين قد ساهموا معنا من مؤسسات ذات قيمة ومكانة عالية في الدولة الجزائرية. لهذا نرحب بكل من أتى ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، ومن أتى ممثلا عن وزارة التربية الوطنية، وعن معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، وعن أكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا. نرجو أن تصبروا معنا وتنصتوا بإصغاء حتى نستفيد من هذه المحاضرات، وسوف نسمع كذلك منكم في فقرة المداخلات على أمل أن نخرج بتوصيات حقيقية ميدانية علمية عملية قابلة للتجسيد. بارك الله فيكم، شكرا جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني.